كنت دايما بتساءل ازاي الستات شايفة ان شق العجان اسوأ واصعب كتير من شق البطن وقت الولادة، لحد ما سألتكم ووصلتني الإجابات اللي فهمت منها إن الموضوع ملوش علاقة بأي حاجة أكتر من نظرتنا السيئة ناحية الجزء ده من جسمنا. طول عمرنا بنخاف وبنقلق من المنطقة دي وإن إحنا نخلي بالنا منها أو نبص عليها أو نلمسها لمجرد إنها منطقة حساسة وممكن تفقدي عذريتك لو قربتي منها. بينما الكونسبت ده غير حقيقي تماما، الى انه زرع جوانا خوف ناحيه جسمنا بشكل مبالغ فيه، بيوصلنا لدرجه ان نتخيل ان شق العجان ده شيء مؤذي كتير اكتر من شق البطن. بينما تجارب الستات اللي ولدوا بشكل طبيعي وحصل لهم جرح شق العجان اكدت لنا انه شق العجان بسيط جدا. الطبقة الخارجية بتاعته اللي بتكون على الجلد عدد غرزها قليل، مش محتاج اهتمام كبير علشان خاطر انه يلتئم، لانه بيلتئم بشكل سريع، لان دي طبيعة الأنسجة اللي موجودة في المنطقة دي. شكل الإخراج اللي اتكلمنا أو اللي انتوا طرحتوها كان ليها علاقة أكتر بوجود البواسير اللي مرتبطة بالحمل مش بطريقة الولادة. كذلك موضوع ترهل المهبل ليه علاقة أكتر بضعف في الأربطة وضعف عضلات الحوض مش بطريقة الولادة كذلك. علشان كده عايزة أقول لكم حبوا أجسامكم وافهموها واعرفوها، ما تخجلوش منها وما تخافوش منها.